إياك أن تظن أن الله تعالى سينساك أو أن الله تعالى سيتخلى عنك. اعلم يقينا بأنك إن كانت الآخرة همك فإن الله تعالى سيأتيك بدنياك وبرزقك إليك من غير أن يكون هناك أي مانع من الموانع ولا عارض من العوارض، لأن الله تعالى هو الذي ضمن، وإذا ضمن الله تعالى فهو الرزاق ذو القوة المتين، والرزاق بصيغة المبالغة، وذو القوة يكون موصوفا بهذا الوصف الجليل، ومتين لا يمكنه أبدا أن يكون طارئا عليه ما يطرأ على البشر الناقصين، لأن الله تعالى ليس بحجم ولا صورة ولا متجزئ ولا متكيف ولا متناه، ولا يسأل عنه بمتاه ولا أينه ولا كيفه، إذ كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون.